أخيرا بدأنا نعمل حاجة لإخواتنا الفلسطينيين. اللي ما يعرفش إلينا حديد اتولدت في أمريكا العاصمة واشنطن سنة 1985. عاشت عمرها كله مصممة أزياء، دلوقتي بقت المدير الإبداعي في شركة ووتر ميلون بيكتشر اللي تم إطلاقها حديثا. واتكلمت إلينا عن رؤيتها للشركة وقالت وهدفهم هيبقى تثقيف وإلهام الجماهير في جميع أنحاء العالم ضد الظلم. وتم تصنيف الشركة باعتبارها شركة توزيع وإنتاج وتمويل المستقلة المملوكة للفلسطينيين وبس. والأحلى من كده بقى إنها هتسلط الضوء لعرض الأصوات الغير ممثلة في صناعة السينما العالمية. خد الأجمل كمان، توفير منصة لإيصال أصوات صانعي الأفلام غير الممثلين في العالم. وهيكون الفيلم الأول عبارة عن فيلم وثائقي بعنوان وولد أوف، وهيركز على فندق ذا وولد أوف اللي بيديره الفلسطينيين في بيت لحم، تمويل وتصميم فنان الجداريات الشهير بنكسي. وهيتعمق الفيلم في الواقع اليومي لسكان فلسطين، وكمان شارك في إنتاج